ايه ده ايه ده ايه ده ايه الحلويات دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه المتعة دي؟ النادي الاهلي مع عماد النحاس حاجة تانية. النادي الاهلي مع عماد النحاس عنده شراسة هجومية فظيعة. بالنسبة للصورة اللي قدامكم دي علي معلول، فهي افضل حاجة حصلت النهاردة بعد مكسب النادي الاهلي وخسارة بيراميدز. النادي الاهلي مع عماد النحاس 8 اهداف في مباراتين. انت متخيل يا جدع؟ احنا كنا ميتين مع كولر في الفترة الاخيرة. مع كولر احنا كنا ميتين هجوميا. عماد النحاس مختلف تماما مع النادي الاهلي. عماد النحاس بقدم مع النادي الاهلي متعة كروية. انت بتكسب وبتتمتع بالمباراة، ولعيبة النادي الاهلي فايقة ورايقة من اول طاهر لحد حسين الشحات لحد الشناوي. بسم الله ما شاء الله عليكم يا ابني. انا لو مراقب المباراة هحتار ادي مين رجل المباراة. وبالنسبة لعلي معلول فاتمنى من عماد النحاس علي معلول ما يقعدش دكة تانية. ما شاء الله عليك يا ابني. ولا عمرو السولية العالمي. عمرو السولية النهارده يطلع بدقة تمريرات تتعدى ال 95%. ولا مروان عطية الفايق ورايق النهارده. ولا وسام ابو علي اللي جاب هدف النهارده. حمد لله على السلامة يا وسام يا علي. انا مش عارف اشكر في مين ولا في مين. مش عارف اشكر في امام ولا في حسين. مش عارف اشكر في قفشه ولا مروان ولا عمرو السولية ولا طاهر ولا علول اللي نزل غير المباراة. مش عارف اشكر في مين ولا في مين والله يا جدعان. ولا محمد هاني اللي عمل مباراة عالمية ولا مصطفى العش ولا احمد نبيل كوكا اللي جاب هدف النهارده. لو بصيت على الهدف الثاني بتاع احمد نبيل كوكا هتلاقي هو اللي قطع الكرة وهو اللي جاب الهدف. فالنادي الاهلي مع عماد النحاس حاجة تانية. تحس النادي الاهلي مع كولر نادي بلطيم، ومع عماد النحاس برشلونة مع فيليك. ايه الحلويات والجمال اللي بيقدمه عماد النحاس مع النادي الاهلي دي؟ حلويات اللي بتقدمها لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي بقت فايقه ورايقه فبتقدم حلويات. انت متخيل في مباراتين النادي الاهلي بيجيب 8 اهداف؟ الله عليك يا اهلي. ايه الحلويات دي؟ نستمر يا جدعان، وان شاء الله الدوري في الجزيره، وان شاء الله بيراميدز يتعثر في مباراه من المباريات اللي جايه، وان شاء الله النادي الاهلي يكسب الدوري. بس كده، يلا سلام.